السلام عليكم. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات قناتنا افتكاسات البيت المصري. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة سهلة وسريعة جدا، وهي مكرونة بالبسطرمة. تعالوا يلا نشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجة زي ما انتم شايفين دول شوية زيت، حطيت فيهم فصين توم. اول ما التوم ريحته تطلع هحط بصلاية متوسطة مفرومة واقلب لغاية ما البصل يبدأ يدبل. اول ما لونه يبقى ذهبي هنزل عليه بحوالي 8 كيلو بسطرمة، وممكن اقل شوية يعني حسب المتاح عندك. كمية البسطرمة ما فيهاش اي مشكلة، وهديها تقليبة لغاية ما تبدأ تمتزج المكونات والبسطرمة لونها يبدأ يتغير يفتح شوية. ابدأ بقى احط عليها فلفل الوان او فلفل كوبي المتاح عندك. انا حطيت هنا احمر واخضر، ده فلفل كوبي يا جماعة مش فلفل الوان عادي. اول ما الفلفل بقى لونه يفتح شوية هبدأ اضيف حبة فلفل صغيرة، وهبدأ كمان اضيف شوية ملح صغيرة. وخلي بالكم من كمية الملح عشان البسطرمة طبعا احنا عارفين ان هي بتكون حادقة، فما نضيفش كمية ملح كتير فتطلع حادقة مننا. فخلي بالنا واحنا بنحط بس ايه الملح. ولو هتحطي كمان جبنة تركي يبقى بلاش تحطي ملح اصلا. هنقلب بقى ونحط عليهم الصلصة. انا كان عندي صلصة طبيعية عاملاها في البيت حطيتها، وممكن برضو تحطي عادي صلصة معلبة عادي جدا مش هتقول معاكي لا. طبعا انا هسيب الصلصة هنا تفك مع المكونات، وهسيبها تتسبك شوية وارجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين اهي الصلصة امتزجت المكونات بيها واتسبكت كمان. ممكن اضيف معلقة كبيرة كده صويا صوص معايا. انا مش بحب استخدمها كتير لان هي يعني مش صحية، بس يعني كل فترة كده بستخدمها كتغيير مش اكتر. تمام. ونقلب، ممكن نضيف شوية مية بحيث ان الصلصة يعني تقيلة قوي، ممكن نضيف عليها شوية مية صغيرة كده. ضفنا شوية مية صغيرة جدا بحيث بس تخفها معايا، لان الصلصة انا عاملاها بيور جدا وتقيلة جدا. شايفين؟ بس كده. اول ما تغلي هبدأ اسقط المكرونة. طبعا سلق المكرونة مش محتاج اي كلام يعني، فهبدأ اسقط المكرونة في الصلصة دي. هسقط المكرونة واجي اوريكم شكلها عامل ازاي. كده سقطنا المكرونة اهي، وهنبدأ نقلبها ونوطي بقى النار خالص اوطى درجة ممكنة. اهم حاجة نتأكد من تقليب المكونات كويس. شايفين شكلها عامل ازاي؟ شكلها حلو جدا جدا جدا، ووصفة سريعة ومنقذة خصوصا ايام الامتحانات. شايفين شكل الصلصة؟ ولا هي تقيلة قوي ولا هي خفيفة قوي. هنسيبها كده تاخد غلوة مع المكونات ونشوف شكلها هيطلع ايه في النهاية. وده كده شكلها النهائي معانا زي ما انتم شايفين. صلصتها حلوة قوي والالوان بتاعتها جميلة، بسطرمة كويسة، والفلفل كمان الاخضر مع الاحمر مدي لون وروح حلوة قوي. المقادير بالظبط انا اخده كيس مكرونة اللي هو 400 جرام، واخده تقريبا نص التمن بتاع البسطرمة، يعني اقل من تمن بسطرمة او قولوا تمن بسطرمة مثلا. ووحدتين فلفل وسط، والبصلايه متوسطه، وهم فصين توم. بس دي كده كل الحاجات. ممكن تحطي زيتون لو انت عايزه، هينقلها برضو في حته تانية خالص. وطعمها حلو وسريعه وجميله. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وتكتبوا لي كومنت حلو لو جربتوها، قولوا لي رايكم فيها ايه. ما تنسوش تشتركوا في القناه. سلام.